من يومين كده طلع واحد بتاع بضفاير، عارف الضفاير؟ تبع الناس اياهم قائد الجيش الجولاني تبعهم، ولا مش عارف قائد كتيبة الجولان، مش عارفين وشه من ده. طالع واخد له واحدة ريد بول، فقال لك يحلو شوية، وبعد ما حلو قال لك الجيش المصري وبتاع احنا ممكن وممكن. انت عارف عن الجيش المصري؟ انت عارف يعني، سيبك من ان هو من اقوى 7 جيوش على مستوى العالم، وسيبك ان هو من اقوى الجيوش في الشرق الاوسط. انت عارف ال 120 مليون مواطن؟ انت عارف يعني ايه عارف علم مصر انت؟ علم مصر 3 الوان، هو احمر وابيض واسود. الاحمر ده كرات الدم الحمراء عند المصريين، والله، والابيض كرات الدم البيضاء عند المصريين، والاسود دوت هيبقى يوم امك اسود اللي يفكر يتكلم على الجيش المصري او كتاب الله. تعرف كده؟ انت ما تعرفش. انت تعرف ان باشاره واحده من سياده الرئيس ال 120 مليون مواطن هيبقى 120 مليون مقاتل؟ 120 مليون مقاتل دي ما فيهاش كلام. انت عارف كده؟ ما تعرفش كده؟ انت تعرف ان ال 120 مليون مقاتل دي ممكن يعملوا ايه؟ هيجيبوك كده يعلقوك من الضفيره كده، هيعلقوك من الضفاير كده، لو كل واحد ضربك بالقلم بس هو معدي، اقسم بالله ما انا عارفك انت مين، ولا هيبان لك ملامح، اقسم بالله. فانت ما تكونش بضفاير وتتكلم على سيادك، لان الكلمه اتحسبت عليه. لان لو كل واحد فينا نفخ فيك نفخه، وكتاب الله ما هنلاقيك ولا هنعرف انت مين اصلا. اه والله. فلما تتكلم على سيادك اتكلم باحترام. اه والله العظيم، نصيحه انا نصحتك وانت براحتك طيرها له، يمكن يفوق.